السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. ازيكم يا أعز وأغلى متابعين ومشاهدين؟ معاكم منى عراقي. إن شاء الله هنقدم لكم توقعات برج الميزان لشهر مايو 5/2023. وأنا آسفة يا ميزانيين، اعذروني واقبلوا عذري. يعني أنا بتأسف لكم جميعا على التأخير، فمعلش. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون أيام سعيدة وعيد سعيد عليكم، ورمضان مبارك كان عليكم. إن شاء الله يعود عليكم دايما بالخير والسعادة. انثى الميزان او رجل الميزان طبعا ولا يعلم الغيب الا الله. يا جماعه انا اسفه، انا بسجل تيك توك مع اليوتيوب، والتيك توك الفيديوهات بتاعته 5 دقائق، فعشان كده اعذروني لسرعه الكلام. ما تنسونيش باللايك والشير لو سمحتوا، والدعم. الناس اللي هي على التيك توك يدعموا القناه، وحطوا كومنت يا جماعه، واعملوا متابعه للقناه. شكرا لكم. انثى العذراء او انثى الميزان او رجل الميزان. قلقانة يا ميزان، قلقان في حاجة، قلق مطير النوم من عينك في بعض المواجهات، في أمر ما، في عندك جامعة، في لمة، في فرحة يا ميزانيين يا جمال. البعض منكم عنده شوية مشاكل في بيت أو خير أو بيت. شايفة في عنده مشاكل في بيتك يا ميزان. شايف ان في عندك حصل لك كده غدر، او حصل لك طعن، او حصل لك حاجه من حد قريب منك، بس في عندك فرحه يعني رغم كيد الكائدين. في عندك اخبار، في عندك اندفاع، في عندك. يا مولود برج الميزان الجميل، انثى الميزان او رجل الميزان، شايفه ان في عندك سهر، قلق، ارق، قله نوم، توتر في موضوع ما، قلق دماغك ومدمرك ومخليك سهران ومش عارف تنام. الموضوع ده ممكن يكون خاص بقضيه او حاجه، او خاص بشيء، خاص باتنين من الافراد او من الناس. احتمال يكون في عليك قضيه، في عليك مشاكل، في مشاكل مثلا في محكمه، ما اعرفش، في مشاكل عندك في بيتك يا مولود برج الميزان. المشاكل دي مثلا فيها هجر، فيها رحيل، فيها بعض معرفش سواء ليك او احد افراد اسرتك او عيلتك يا ميزان. ما مش بالضروره تكون انت، ممكن تكون ابنك، اختك، اخوك، حد مقرب ليك من العائله، من الطبقه الاولى او الدايره الاولى اللي حواليك. شايفه البعض الميزان، شايفه في عندك محكمه، في محامي ماسك لك، في قضيه يا عندك يا مولود برج الميزان، في قضيه مرفوعه اهي، في قضيه مرفوعه يا ميزان. ما اعرفش القضيه دي خاصه بطلاق، ما اعرفش القضيه دي خاصه بمال، وواضح جايز يكون خاصه باسره او حاجه، لان في بيت في مشاكل، في بيت في مشاكل، في حاجه مقرر فيها، جايز في محامي او حاجه انت رافعه بسبب قضيه يا مولود برج الميزان. البعض كان عنده شويه مواجهات، او انت واقف قدام نفسك يا مولود برج الميزان بتأنب ضميرك وبتراجع ذكرياتك، وماسك السيف لنفسك وبتقطع روحك من كتر ما بتتكلم، ومن كتر ما يا ريت كان حصل، ايه اللي خلاني قلت، ايه اللي خلاني عدت. فانت عندك، والميزانيين عندهم حته تأنيب الضمير دايما، حاسس ان انت واقف قدام نفسك، انت واقف قدام روحك يا مولود برج الميزان، وانت ماسك السيف لنفسك بتأنب وبتقطع في روحك من كتر الكلام، ومن كتر ممكن امور حصلت لك، فانت عمال بتجلد نفسك يا ميزان. شايفه ان انت عندك مواجهات. والبعض منكم مولود برج الميزان اتعرض لغدر، اتعرض لعلاقه ثلاثيه، اتعرض لحد اتدخل في حياته. العلاقه الثلاثيه مش بالضروره تكون خيانه زوج، هو احتمال، ايوه اكيد نسبه 80% وال20 او 30% تكون تدخلات حد سببت في المشاكل اللي حصلت في بيتك يا ميزان. شايفه البعض منكم في عنده رحيل، بعض مقرر الرحيل لمولود برج الميزان، وفي نفس الوقت مش شايف، يعني كأني مش قادر، عايز حد ينور له طريقه، حد يعرف انا رايح فين، حد يعرف الامور اللي جايه بالنسبه له غامضه. شايفه الميزان، شايفه ان انت بعضكم انثى او راجل حاسس ان انت داخل مرحله فيها غموض، او ان انت مش لاقي لك مرسى، او ان انت نفسك حد ياخد بايدك ويقول لك انت فين ومحطوط على انهي طريق، وامتى هترسى على مرسى يا ميزان. وشايفه ان البعض في خبر جاي لك، في طائر، انت انتظر واصبر، فعندك اخبار جايه لك. واضح الميزان، فعندك فعلا، في عندك رحيل او في عندك سفر للميزانين. عندك رزق انت مستنيه يا مولود برج الميزان، وكارت العالم معاك، معناه ان شاء الله في عندك خبر حلو. الخبر دوت يخصك او يخص احد افراد بيتك، جايز يكون في عندك بتحلم وبتستنى ونفسك انك انت بضمة اسره، نفسك بتحلم بخطوبه، بترسم لي علاقه، بفرحه في بيتك يا ميزان، وانت تستاهل، لان فعلا عدى على الميزان اوقات نفسه كل سنه اقول امتى الفرج، امتى الفرج، نفسه مستني ان فتح باب بدل القلق والتعب اللي هو فيه على طول. وان شاء الله ربنا يكرمكم
كارت العالم معاك، في عندك تعويض ان شاء الله المرحله اللي جايه، بس مطلوب منك ان انت تتوخى الحذر في قراراتك يا ميزان، تتوخى الحذر. في عندك للاسف في عندك اندفاع، في عندك احتمال توصل لمرحله مثلا انت مش حاسب حسبتك ومش حاسب قرارك، بتقطع وبتوصل وبتنهي بسرعه. خلاص انا ده مش عايز اعرفه بسرعه، ده خلاص ده بلوك بسرعه، ده الانسان ده هو الحبيبي، هو صديقي، هو الانسان اللي يستاهل حبي او يستاهل العلاقه بينه وبينه. انت قراراتك كلها دايما في اندفاع، على الرغم ان انت في عندك شويه قلق في القرار، مش بتاخده بسهوله بس بتندفع. ساعة غضبك ما بتشوفش قدامك يا ميزان. واضح ان في حد بيطاردك، في حد بيطاردك، في اما ماضي بالنسبه لك دايما ألمك وبيطاردك يا ميزان وانت بتهرب منه، يا اما في شيء عندك فيها مطاردات، في حد بيراقبك، في حد بيطاردك، في شيء يعني في حياتك يا ميزان. وفي عندك قرار، انا عارفه انثى الميزان، في عندك قرارين ايهما يعني بالنسبه لك الاثنين، يعني بتحلمي كانك عايشه احلام اليقظه، بتحلمي باتنين في حياتك في نفس الوقت، في عندك قرارين، في فرحة بالنسبة لك، شايفة ان في عندك رزق لمولود برج الميزان، في عندك ارزاق، في عندك ارزاق، بس شايفة ان رزقك محسود ومنظور، شايفة ان ارزاقك منظورة، داخل لك رزق وداخل لك خبر حلو بفرحة، جايز يكون بشغل جديد، جايز يكون عمل انت رايحاه من اول وجديد، بس ارزاقك دايما منظورة يا انثى الميزان. شايفة ان دايما العين عليكي، عين محوطاكي في شغلك وفي عملك وفي مكان ما تروحي، على شكلك، على لبسك، على رزقك، على كل حاجة بتعمليها وكل تصرف، فدايما العلم عليكي. شايفة الميزان في عندك فرحة يا ميزان باستقبال، يا اما طفل كان بعيد عنك، او ان انت قلقانه بسبب طفل او بنت او ولد الله اعلم، يعني حد في بيتك او اسرتك، ففي عندك ضم لحضن بيبي او حضن طفل او حاجه قريب ان شاء الله ربنا هيكبر بخاطرك فيه. والبعد عندك رجعه لاسره او حاجه، فانا شايفه ان في عندك رجعه، فانا شايفه في عندك احلام يا مولود برج الميزان بعوده لحضن اسره، او ان انت نقله هم بنت من ابنائك، او نقله هم حد من افراد اسرتك، في حد شايله همه يا مولود برج الميزان معرفش. شايفه ان عندك فرحه ولمه وعزومه ان شاء الله باذن الله، ولا تقنطوا من رحمه الله. فشايفه ان في عندك لمه، في عزومه، على الرغم من شويه الامور اللي شويه عديتي على مرحله كان فيها شويه الامور دنيا في تقطع لصله الرحم للبعض الميزانين، فعندك قطع لصله الرحم، او بعض عندك شويه مشاكل، الدنيا مولعه، الدنيا نار، كلام كتير، كلام راح، كلام زعل كتير، زعل كتير في العيله يا مولود برج الميزان، سواء بسبب اولادك او بسبب حبيبك او بسبب اسره، بسبب دمار لأسرة أو دمار مثلا هجر لبيت أو هجر لأسرة أو حاجة. أنا شايفة أن البعض منكم أهو في شيطان متدخل في القرار ده، في شيطان يا مولود برج الميزان بينك وبين شريك حياتك، أو بينك وبين أسرتك، أو بينك وبين الإنسان اللي أنت بتحبيه واللي اخترتيه، ففي شيطان حواليكم بيقطع الكلام وبينفخ في النار زيادة، في حد بيتدخل، في حد بيحاول يزود النار دي، يعني حد بيتدخل بيخلي الدنيا تولع في دماغك زيادة أو دماغ شريكك يا مولود برج الميزان، وده السبب الشيطان الموجود، طلعه من حياتكم يا جماعه. عندك فرحه ان شاء الله ان شاء الله، وتعويض من رب العالمين بفرحه باستقرار برزق بانسان داخل على بيتك او حياتك يا ميزان، او نقله جديده في بيت، او بتشتري بيت، بتشتري فيلا، بتشتري في نقله جديده، او انت رايحه لبلد تانية او حاجه. بس واضح ان شاء الله المرحله اللي جايه كلها كل اللي راح حاجه واخر كارت دوت كان كارت فيه فرحه، كارت فيه سعاده، كارت فيه بالنسبه لك من زرع حصد، من زرع حصد، والصبر بعده جبر ان شاء الله يا مولود برج الميزان. لان انا شايفه ان البعض، انا قلت رافع قضيه، جايز يكون قضيه خاصه بطلاق او خاصه بمشاكل في البيت، او هي انا شايفه ان مفيش سبب فلوس، بس قضيه خاصه بطلاق. البعض في محامي، والبعض مولود برج الميزان شغال مدرس، شغال محاسب، شغال محامي، رجل او انثى الميزان، او بيتدون وبتحب تكتبي شعر، بتحب تكتبي قصص، بتحبي يعني طبعا الميزان معروف ان هو مهيم قوي ومتيم دايما بالاخبار وبالحاجات الخياليه، بيحب قوي يعيش في الخيال كتير، فانا واضح انه بيكتب قصص، بيكتب ذكريات، الله اعلم. بس انا شايفه ان في فعلا في قضيه مرفوعه يا ميزان، وعندك كسب القضيه ان شاء الله، فرحه باذن الله. بس في عندك في وسط الفرحه يا مولود برج الميزان خلي بالك من الوشوش اللابسه مسقط، خلي بالك، في عندك فرحه وفي عندك لمه، في عزايم، في لمه في بيتك حلوه ان شاء الله، وبعد الصبر جبر.
بس ما ننساش ان في حوالينا ناس مش عايزين لنا الفرحة تكمل، ناس لابسة وشوش البراءة والصداقة والحب والمحبة، بس للأسف هم بيكونوا لك او نفسهم بيرقصوا على حزنك، بيكونوا لك كل للأسف الضغينة والألم يعني ناس مش حلوة يا مولود، هم الناس الحاقدين، هم الناس الحاسدين، الناس اللي بتبص في رزقك، بص في بيتك، بص في حياتك. خد بالك من الناس اللي لابسة الوشوش والماسكات يا ميزان. ودي كانت القرايه اللي ان شاء الله في عندك خروج من الكبوه ومن الازمه ومن اللي انت فيها، وان كان قضيه فعندك نجاح للقضيه، وشايفاك ان انت بما انك حصل لك غدر وحصل لك طعن وحصل لك الم وحصل لك امور مرت في حياتك يا ميزان، فانت صحيت من النوم، يعني معنى كده ده كان ماضي، ما كانش حاضر، ما كانش حاليا، يعني شيء ده كان بالنسبه لك ماضي، الطعن والغدر والهجر والقصص دي كانت ماضي بالنسبه لك، وقمت من نومك، قمت من نومك، ده معناه ان خلاص انت فقت، معناه ان انت خلاص عرفت طريقك، معناه ان خلاص الحزن انتهى، معناه ان المشاكل اللي كانت في بيتك ان شاء الله الى الزوال. وشكرا ليكم يا ميزانيين، وما تنسونيش بالدعم للقناة وترك كومنت ولايك وشير لو سمحتوا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.